سريع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا دعم المقطع. شيء حبيت نذكره هو نتوجه بشكر كبير، ممكن الأعمار بيد الله، لولا حنكة الدرك الوطني المجموعة الإقليمية الجزائر العاصمة فصيلة الأبحاث التي قامت معي بمجهود جبار، لأنه تم استدراجي ومحاولة تصفيتي وأخذ الملفات مني بعد ما اتصلوا بي أناس لأجل أعطائهم الملف بحجة في حوالي 4 مساء، يعني حين انتهاء الدوام الإداري، أنه صدر أمر بالقبض عليا ولازمني نغادر الجزائر في الساعات القليلة اللي تمر بعد اللقاء معهم. طلبوا مني بإحضار جميع الملفات اللي عندي، وفي نفس اليوم باش يخرجوني لتونس، في نفس المساء باش يخرجوني لتونس. اتصلت مباشرة بفصيلة الأبحاث، والذي قام القائد تاعها بنصب كمين محكم، وتوجهنا للمكان المحدد من طرف العصابة، وتم إلقاء القبض بتلبس متلبس الشخص المعني الذي كان يريد أخذ الملفات، وكذا الشخص المتواجد بالشرق الجزائري الذي كان من المفروض أن يخرجني من البلاد بحجة صدور ضدي أمر بالقبض. يجب أن أكون خلال منتصف الليل في قسنطينة، وهذا ما يعني بعد أخذ الملفات أني أتوجه إلى مدينة قسنطينة يتم تصفيتها. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا